البسبوسة على طريقة التريليتشي، يعني حتذوقي طعم البسبوسة مع كيكة الحليب بس بطريقة حلوة. راح أبدأ أخفق القشطة مع الكريم شانتيه والحليب، بعدين أحطها في الثلاجة عشان تتماسك. أحط البيضة والفانيليا والسكر، أخفقها مدة دقيقتين لما يصير لون الخليط فاتح. أحط القشطة والزيت والحليب البودرة، أضيف السميد والبيكنج باودر وأخلط. أحطها في الصينية، تروح على فرن حرارته 180 درجة، تتحمر من تحت وبعدين أحمرها من فوق. أخرمها، بعدين أبدأ أعمل التسقية، عبارة عن حليب مكثف محلى وحليب عادي مع حليب مبخر. أسقيها على البسبوسة، ولما تصير باردة أبدأ أحط عليها الكريم شانتيه اللي أنا عملته. حتروح على الثلاجة تتماسك. أزينها بشوية فستق، أقدمها باردة لذيذة وتذوب بالفم. حتذوقي طعم البسبوسة أكيد مع طبقة رهيبة من الكريم شانتيه والحليب البارد، وبالعافية. أحلى بسبوسة.